السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا النهاردة بربع كيلو لحمة نعمل أحلى حواوشي بالخضار. حاجة جامدة، حواوشي ميكس كده، لحمة بالخضار، حاجة فظيعة. عايزة أقول لكم ريحته قلب الدنيا، طعمه خطير جدا، مليان وسخن وجميل، يدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. احسن ما تجيبيه من بره، اوفر واطعم. الرغيف بسم الله ما شاء الله مالي مركزه، رغيف كبير مش صغير. تمام. وعملنا شويه طحينه وشويه مخلل نجيبهم كده وتبقى احلى غدوه. طبعا ما نزلتش النهارده، قلت لا، كان عندي ربع كيلو لحمه مفرومه وطبعا ايام امتحانات، فقلت لا اصرف نفسي بيهم. ظبطت احلى 12 رغيف حواوشي جامدين جدا بالخضار، ميكس جامد جدا، عايزاكم تجربوه. يلا بينا بقى نشوف مقاديرنا ايه. مكونات الحواوشي بالخضار بتاعنا سهل وبسيط. عايزه اقول لكم زي ما قلت لكم، ما كنتش عارفه هعمل لهم غدا ايه، فجت لي الفكره دي بربع كيلو اللحمه ده بس. هقول لكم بقى عندنا ايه. دلوقتي انا عندي نص كوبايه فول صويا، نقعتها في ميه سخنه وسبتها وبعد كده صفيتها حلو جدا. مش حابين الفول الصويا مش لازم خالص. تمام. بصلتين متوسطين كده او كبار، مقطعاهم قطع صغيره. تمام. فلو عايزه تبشريها برضو نبشرها. قرن فلفل حراق او قرنين كده، قرن فلفل احمر، عودين خضره، بقدونس. تمام اهيت. دي الربع اللحمه اللي عندنا. التوابل بتاعتي بقى ايه؟ معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر، رشه شطه صغيره عشان احنا بنحبه حراق كده وحامي وحلو، معلقه بابريكا، دي معلقه مرقه دجاج، مش حابينها بلاش تحطوها برضو، معلقه ملح صغيره ومعلقه فلفل اسود. تمام. احنا ممكن نقلل الملح شويه لغايه ما نشوف، علشان المرقه طبعا ايه بيبقى فيها ملح. المكون الاساسي عندنا بطاطايه حلوه كده وجزرايه او جزرتين وسط. تمام. عندي طماطم مقطعاها مكعبات، وطبعا هناخد معلقه بيكنج باودر وهقول لكم هنستخدمها في ايه ووقتها ازاي دلوقتي. اول حاجه هروح اعملها، هبشر البطاطس بتاعتي والجزر. واصفي البطاطس، الجزر لا، هصفي الميه من البطاطس خالص وارجع لكم تاني. كده بشرت الجزرايه والبطاطايه بتاعتي وصفيت البطاطس حلوه من الميه. تمام. يلا بقى بينا نبدا ونشوف هنعمل ايه. هركن ده كله كده على جنب، وهركن اللحمه، هجيب بوله عشان اشتغل فيها كده، ونقول بسم الله. جبت البوله بتاعتي، هنزل بايه بقى؟ هنزل بالفول الصويا. مش حابينه او ما بتحبوش الفول الصويا في اللحمه المفرومه او الاكل، بلاش منه. تمام. حطيته اهو. هنزل عليه بالبصلايه برضو او البصلتين كده المكعبات اهو. وبعد كده هنزل عليه بالفلفل والخضره والايه، الفلفل الالوان او الفلفل الاحمر والرومي والحراق، كل حاجه عندي هتنزلي بيها ما عدا اللحمه دلوقتي. تمام. هنزل بقى بالجزرايه والبطاطايه، كل دول كده الاول هننزل بيهم كده مع الخضره بتاعتنا، مع كل حاجه. عايزه اقول لكم هيبقى رغيف حواوشي جبار، حاجه جامده جدا كده، مغذيه، فيها قيمه غذائيه حلوه جدا، وهيرمي معانا كتير. ربع كيلو لحمه ده هنغرق بيه الدنيا. ودي التوابل بتاعتي هحطها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي بقى ايه، ادعك كل الكلام ده في بعضه. طبعا مش هحتاج المعلقه ولا الاسباتيوله، هبتدي اسيب كده وادعك بقى دعكه حلوه. عايزه اقول لكم الريحه تحفه من غير ما نحط لحمه ولا اي حاجه، ريحه البهار مع الخضار كده حاجه جامده جدا. هدعك كل ده دعكه حلوه جدا جدا. لسه ما حطيتش ولا طماطم ولا لحمه، تمام، ولا ايه، ولا البيكنج باودر. دلوقتي هدعك دول دعكه حلوه كده وهرجع لكم تاني. دعكت الخضار بتاعي حلو جدا مع التوابل. بصوا، عايزه اقول لكم ريحته خطيره، طعمه هيبقى جامد جدا. هنعمل ايه في المرحله دي؟ هنزل باللحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فيها نسبه دهون، تمام، عشان تبقى كده ايه ملبسه وحلوه.
معانا. هبتدي برضو ادعكها دعكه حلوه كده اهي مع الخضار بتاعي لغايه ما اللحمه بتاعتي الانسجه بتاعتها كده ايه تبقى فيها خيوط كده وتطلع معايا وتدخل مع الخضار وايه وتتعجن حلو جدا. هدعك حلو جدا وبعد كده ارجع لكم تاني. عجنت اللحمه بتاعتي مع الخضار بتاعي الجامد جدا، ريحته خطيره خطيره. في المرحله دي بقى هعمل ايه؟ هحط الطماطم بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم، وهجيب معلقه بيكنج باودر كده حلوه كبيره كده بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي ادعك كل الكلام ده. دي عشان معلقه صغيره بس فحطيت معلقتين، وادعك الكلام ده كله في بعضه دعكه حلوه جدا. ونحضر العيش بتاعنا كده. حضرت العيش بتاعي فتحته كده من الطرف حته صغيره تمام. ابتدي بقى ايه احشيه كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونفرده بقى كده في الرغيف بتاعنا. عايزه تفتحي الرغيف من غير ما تقطعيه او تقصيه الحته ديت هنعملها. نحشي بقى كده ما يبقاش مليان قوي ولا ايه خفيف قوي، يبقى مظبوط كده في كل الخضره عشان حاطين الحواوشي بتاعنا او اللحمه بتاعتنا كلها كده ايه في بعض مخلوطه حلو. بصوا يبقى الرغيف بالمنظر ده من جوه كله كده. نفرده لو في حاجه ايه نعملها اهو. بصوا فايده البيكنج باودر بقى بتخلي الايه الرغيف كده منفوخ واللحمه منفوخه من جوه مع الخضار بيبقى حلو جدا. هخلص بقى الكميه دي وابتدي اجيب صينيه. هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. هنجيب صينيه نعمل كل الكميه اللي احنا عايزينها لغايه ما اللحمه بتاعتنا تخلص بالعيش بتاعنا تمام. هجيب صينيه واقول لكم هنعمل ايه بقى فيها وندخلها الفرن ازاي. كده حطيت الحواوشي بتاعي في الرغيف. بصوا شكله خطير. هنبتدي بقى نجيبه في الصينيه كده او في الصاج زي ما انت عايزه، ونبتدي نحطه كده اهو تمام. وهبتدي اعمل ايه بقى اهو. عندي قد كده معلقه سمنه بلدي بقى كده حلوه على وش الرغيف كده، وبرده في الصينيه. عايزه تعمليها على البوتاجاز من فوق تمام بيبقى جامد جدا، عايزه تعمليه في الفرن حلو قوي. ده زيت هنحط كده بقى ايه كده على وش الرغيف وفي الصينيه برضو تمام. وهبتدي بقى ادخله الفرن وهعمل برضو على البوتاجاز زي ما انت عايزه، يتحمر كده ويتحمص واللحمه تستوي ويبقى تمام التمام. شموا بقى الريحه هتبقى جامده جدا. هدخله الفرن وهوريكم النتيجه بعد ما يطلع. خلصت الحواوشي بتاعي، عايزه اقول لكم تحفه، ريحته قلب الدنيا. عملنا شويه طحينه جنبهم حلوين جدا. بصوا مع قرن الفلفل كده مع شويه مخلل، الله الله احلى غدوه. لازم تجربوا الحواوشي بالخضار، حواوشي تحفه حاجه جميله جدا باللحمه. ميكس اللحمه مع الخضار كده حاجه جامده جدا. عملنا 12 رغيف كبير مش صغير، يعني مش الحواوشي بتاع اللي بره بيبقى الرغيف صغنن كده، لا ده حواوشي الرغيف بسم الله ما شاء الله مليان وحلو وجامد. بصوا كده بسم الله، هو لسه سخن شويه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو مقرمش كده وخطير. عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. بصوا شكله حلو جدا جدا. عايزاكم تجربوه بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.